ايه ده يا جماعة؟ في ايه؟ ده في مواطن فعلا اسمه رجب بحة ومن الفيوم برضه، سبحان الله. في مواطن طلع اسمه كده. طلع من شوية وعمل فيديو ويهاجم فيه سيادة المستشار، بيقول له سمعتي وعيالي وكاني وماني، وانت ليه بتتهمني الاتهام ده وانا مش ساحر، انا امام مسجد. والراجل باين عليه جدا يعني ان هو راجل غلبان، يعني راجل شبهنا، يعني انت فاهم. بيقول له ليه كده يا سيف المستشار؟ حرام عليك. سمعتي وسمعة عيالي وانا امام مسجد يعني المهم ان هو بينفي الكلام ده. ولكن السؤال اللي محيرنا دلوقتي والله بجد ويعني في لغز في الموضوع. هو سيادة المستشار عارف ازاي ان في مواطن فيومي اسمه رجب بحر؟ بجد يعني. غريبة شوية، صح؟ وإمام مسجد، فاهمني؟ وراجل يطلع يرد عليه ويقول له لا أنا مش كده. آه، واقعة غريبة شوية. لا، اوعى تفهمنا غلط، أنا مش بقول إن هو فعلا ساحر والكلام ده، لا والله خالص يعني، خالص. هي كل القصة بس إن الراجل ده بيرمي اتهامات على أي حد في أي مكان من غير ما حد بيعرف يوقفه يعني. بس هو ده اللي أنا أقصده. هو اختار واحد. هو كان ممكن يقول اي اسم على فكرة. كان ممكن يقول اي اسم وعادي، وكده كده مش هيبقى في حد بالاسم ده، ومش هيرد عليه ولا يعمل له اي حاجة. ولكن ده هو يختار واحد في بلد بعيد عنه جدا، واحد غلبان جدا شبهنا. فالموضوع، فاهمني؟ مش عارف ليه مش مطمن له يعني. ولكن مجمل الحوار، الراجل طلع رد وقال لا انا ماليش في الكلام ده. ولسه هنشوف بقى سيادة المستشار هيرد عليه يقول له ايه. لسه في. وممكن على فكره يكون رجب ده مع سياده المستشار. إيه، ما اعرفش، انا مش عايز اخمن، ولكن الحوار مش عاجبني. الحوار فيه حاجه غلط. باي.